بتعرف شو أكبر غلطة بيعملوها أغلب العالم وقت بيفوتوا بعلاقة جديدة؟ إنه بصيروا بيركضوا ورا ناس مو متحمسين إلهم أصلا، وبيضلوا بيتأملوا إنه مع الوقت هدول الناس بيتغيروا. اليوم رح نحكي ليش الحب الصح ما بيحتاج لا مطاردة ولا توسل، وليش إذا الشخص ما كان واضح بيحبه إلك من الأول ما في داعي تكمل. أنا معتز بلا سبب، وهاد بودكاست عن الحب والعلاقات، عنا نحن وعن الناس اللي حبيناهم واللي لساتنا عم نحاول نفهمهم. أوقات تاخدنا سنين لنفهم شغلة كتير بسيطة. لازم نكون مع ناس متحمسين يكونوا معنا من الأول، بدون ما نترجاهم وبدون ما نلحقهم ولا نقعد نعمل خطط واستراتيجيات لحتى نخليهم يحبونا. لازم يكونوا مبينين وواضحين، حابين إنه نكون سوا وبس. يمكن يبين هالحكي غريب لأنه تربيتنا وثقافتنا علمونا العكس. كتير أحيانا هالشي اللي منسميه علاقة حب هو بالحقيقة عبارة عن صراع لنقنع الطرف الآخر يحبنا ونقنع حدا يعطينا هالحب. يعني بدال ما نلاقي شخص منفتح ومبسوط وحابب أصلا يكون معنا، منلاقي حالنا بقصة طويلة عم نركض ونتحايل ونصبر لحتى بالنهاية يمكن هالشخص ياخدنا جد ويحبنا. حتى بالأدب والروايات بتلاقي بالقصة دائما إنه في حدا عم يحاول بكل قوته يقنع شخص تاني، يا مشغول يا بارد يا مطنش، إنه يلتفت عليه ويحبه. المحبوب دائما شخص جميل ولافت وعبقري وساحر ويا لطيف، ولكن الحبيب يا بجوز يكون متجوز حدا تاني، يا وحدة أميرة ومو شايفته لها البطل، يا إما هالشخص متكبر وما بيعترف إنه بحاجة لها الحب والحنان. والشي اللي اسمه حبكة هو مجرد سرد لكل هالشغلات المرهقة اللي لازم يعملوها، بعدين ينتصر الحب ويكسر كل هالعوائق ويتحدوا. يا سلام، الحب بهالحالة ما عاد اسمه حب أبدا، صار هو وصف حي للعقبات اللي بتمنع الحب من التحقق. وإذا بنرجع لطفولتنا، بنرجع شوي لورا لتاريخنا النفسي، بنلاقي إنه أول دروس الحب بحياتنا ما دائما كانت مثل ما بنتمناه للأسف. أكترنا أو في ناس مننا تعلم عن الحب من الأهل أو ناس مقربين، بس كانوا بطريقة ما غرقانين بمشاكلهم أو ما قدروا يعطونا كل الاهتمام اللي كنا محتاجينه، بشكل أو بآخر مشغولين أو مرهقين، وما وصلنا منهم دائما الشعور بالاحتواء يلي الإنسان بيتمناه. مو لأنه ما حبونا، بس يمكن ظروفهم أو حياتهم ما خلتهم يعطونا كل الدعم اللي كنا بنحتاجه. تماما مثل الشخصيات الرومانسية اللي بالقصص يلي بتكون دائما موجودة نص وجود. يمكن كانوا محتفظين بمشاعرهم جواتهم أو عم يمروا بظروف صعبة مثل حزن أو ضغط أو حتى مشاكل نفسية أو مشاكل شخصية. ومن هالتجارب أخذنا فكرة قوية إنه الحب الحقيقي لازم يكون فيه نقص وحرمان. لازم نضل ننطر ونقاوم، نحس حالنا مو كافيين، ونتعلم نصبر لحد ما الشخص اللي بنشتاق له يمكن يوما من الأيام يلتفت ويشوفنا. أقوى تجاربنا بالطفولة عن الحب كانت هيك، نقعد نتأمل ونترجى إنه يلي منحبه يغير رأيه ويشوفنا مع كل عيوبنا إنه منستاهل الحب. إرث هالنوع من الحب ممكن يضل ماشي معنا من غير ما نحس على فكرة، ليوم ما كبرنا وبلشنا ندور على شريك بحياتنا. فنحنا مثلا ما بنستغرب إذا الشريك المحتمل بيقول هيك جمل مثلا: أنا بحبك كتير بس ما بقدر شوفك قبل شهر، مشغول كتير هالفترة. أو حدا بيكون عم يقرر بينك وبين 3 غيرك، أو حتى بينك وبين شغل مغري برا البلد. أو شخص ما بيقدر ولا مرة يبادر بالحنان أو يكون شجاع إنه يبين مشاعره تجاهك قدام العالم. وحتى نحنا نفسنا أحيانا ما بننتبه على حالنا، أو نضل نحاول نشرح لحدا إنه نحنا كمان قعدتنا حلوة وممتعين مثلنا مثل رفقاتهم، ولازم يقضوا معنا العطلة مو بس مع أصحابهم. طيب، لحتى نحط حد لهالحكي الفاضي، الإنسان بحاجة لنوع من صحوة قوية، لأنه متطلبات الحياة المشتركة كتيرة وصعبة، أولاد ومصاري وشغل وسكس وصداقة، ألف شغلة. والشخص الوحيد يلي لازم نفكر نرتبط فيه هو يلي من الأول قاعد معنا على نفس الطاولة وعنده نفس القناعة يلي عنا، وخالصين، نقطة، انتهى. إيه أكيد فينا نسامح حالنا إنه لفترة طويلة انخدعنا بالناس المترددين المعذبين يلي ما بيردوا علينا، ويلي طفولتهم الصعبة خلتهم يبينوا ساحرين ويا لطيف وغامضين، بس بالنهاية هاي لعبة ما فينا نتحملها، مرهقة جدا. نحن مو عايشين بقصة أو برواية، وما لازم نرجع نعيد طفولتنا التعيسة ولا نبرر طفولات غيرنا التعيسة.
لأنه هاد مو حب إذا لازم تضل تبعت رسائل وهن كل شوي بيقولوا لك الموبايل فضي شحنه، ومو حب إذا بيضلوا يلفوا ويدوروا، ومو حب إذا كل ما طالبت بالاهتمام بيصيروا دفاعيين وبيقولوا لك طلباتك صايرة زيادة عن اللزوم. هالنوع من الناس المترددين والمتحصنين لازم نلغيهم من حياتنا فورا، وهالشي غالبا يعني انه رح نستبعد اغلب العالم يلي منقابلهم، وهذا سبب اضافي على فكرة لنركز على الناس القليلين يلي عن جد متحمسين يكونوا معنا ولإلنا. لازم ندرب حالنا نميز هالاشخاص والباقي نشيلهم من وشنا على الخالص. اذا ما ردوا فورا تخلوا عنهم فورا. حاجتنا نتخيل انه خجولين نحط لهم مبررات او انه نحن ما وضحنا لهم بشكل كافي. خليني اقولها مرة تانية، العشاق الجديرين بالحب هن هدول اللي ما بدهن اقناع، يلي بيحبونا من الاساس وما بيخلونا نتساءل ولا للحظة وينهم او امتى رح يردوا علينا، يلي التزامهم بيجي طبيعي وسهل ليضل تركيزنا على الصعوبات الحقيقية تبع الحياة اليومية. اما الباقيين هدول مهما كانوا مغريين او حلوين او وعدوك انه يمكن يغيروا رأيهم بعد شي 15 سنة رحلة عن الذات بالهند او جماعة النقاشات والمشاكل تبع نص الليل، هدول مثاليين لرواية او دراسة نفسية وهن ببساطة مضيعة للوقت. الحب الحقيقي ما بيخليك تركض ورا حدا، الحب الحقيقي بيكون من اول لحظة واضح وصريح، ووقتك ما لازم يروح مع ناس نص قلبهم معك ونصه مدري وين. فهمت علي؟ انا معتز بلا سبب. اشوفكم بالحلقة الجاي. سلامات.